بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انقطعنا فترة عن الفيديوهات. اتضح ان انا اللي كنت قافل خانة ان الناس تبعت الاسئلة وانا مش واخد بالي، لكن معلش يعني انا فتحتها تاني اهو. وعامة ما فاتناش كتير. هبوط السوق لحد فين؟ والله الصح ان السوق كان ينزل لحد هنا 33,000. طب هل ممكن نعتبر ان الهبوط ده نعتمده ونرجع نصعد من خلاله؟ تعالوا نشوف. وارد، ايوه، نعتمد ان المنطقة الحالية منطقة ارتداد للسوق. طيب نتأكد امتى ان تمام السوق مكمل صعود؟ لو منطقة الارتداد الحالية دي كسرت القمة دي وثبتت فوقها، يبقى تمام، دي منطقة ارتداد السوق وهنكمل صعود. طيب ما كملتش فوقها، يبقى احنا لسه هنهبط للمنطقة الأساسية اللي هي هنا. على الأساس ده أنا امبارح أعتقد أو أول اللي هو يوم التلات، يوم التلات نزلت 3 صفقات جديدة، منهم واحدة للقناة العامة. طيب الفريم السبعيني هو مكمل صعود لحد ما يوصل لهدفه هنا. أول لما يوصل لهدفه هنا نبدأ نحدد له المناطق الجديدة. طيب الذهب، عشان في حد يسأل على الذهب، ناخد التلاتة مع بعض كده بدري. الذهب عمل قمة عظيمة يعني. طيب ليه الذهب بيعمل القمم دي؟ ومبدئيا احنا كنا راسمين منطقة تصحيح الذهب وقلنا ان هو من هنا وهيرجع يصعد. بالفعل قرب لها ورجع الصعيد. احنا ما كملناش للاسف متابعة الذهب بعد كده، بس اهو يعني بيصعد. طب ليه الذهب بيصعد؟ الذهب دايما مرتبط بالاحداث. هتلاقي الصعود ده مثلا بادئ من هنا، ده يوم 25 اغسطس، هوب 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 بدأ الصعود الكبير كام 26 27 اغسطس. هتلاقي كان مرتبط بحدث، مش عارف مين عمل ايه، الفيدرالي قال ايه، كذا قال ايه، وخد دعم كمان وكمل اكيد في يوم 9 سبتمبر خد دعم وكمل بسبب الضرب اللي حصل على الدوحة. طيب هل الذهب صعد ولا هو؟ تحليليا لازم ننزل نسد كل الفجوات دي لازم ننزل نصححها. مشكلة الذهب ايه؟ او مش مشكلة، الميزة في الذهب ايه؟ انه مرتبط اكتر بالاحداث مش بالتحليل. على التحليل الذهب المفروض يهبط يصحح، بس هيكمل صعود. يعني الذهب مش هيخش في موجة هابطة، هو هيهبط تصحيح وهيكمل صعود. طيب ده التحليل. اللي هيحصل ايه؟ الله اعلم، لانه دايما مرتبط بالاحداث. فالتحليل المفروض الذهب ينزل يصحح، الاحداث الله اعلم. ناخد اسئلتكم. الاسئله برضو مش كتيره قوي. إليكو دي كانت منطقه دخول ممتازه فيه، منطقه دخول هايله. هنا منطقه هدف، الطبيعي نشوف تصحيح. هل هنكمل صعود ولا لا؟ اعتقد ان إليكو هابط. طاقه كذلك دي منطقة دخول هايلة. اعتقد طاقة عندها صعود ل 16 جنيه. هتصعد ل 16 جنيه امتى؟ معرفش، انا مش بنجم، لكن هي على التحليل صعب. سيرة، يبقى اكتب لي الكود بعد كده بعد اذنك. ايديكو هابط طبعا، هابط طبعا هابط. ما ينفعش حد سهم يصعد كل ده وما يصححش، لازم نشوف تصحيح قوي على الاقل لحد ال 125. ار ام دي ايه؟ رميضة هابط. الشمس للإسكان، أعتقد الشمس جت لمنطقة التجميع اللي بتصعد منها، فعلا صعدت. أعتقد الشمس عندها هبوط تصحيحي لحد ال6.8. من ال6.8 هنشوفها هترجع تصعد ولا لأ، بس غالبا هترجع تصعد ل9 جنيه. بعد الصفقات الجديدة قطاع الإسكان هيشد السوق كله الصعود. الجيزة العامة للمقاولات هابط. جي اكس 30 لا، الهدف موجود، يعني الهدف بالتحليل بالكلام ده موجود في الفيديو. تحليل الذهب قلناه. الدلتا للسكر احنا كنا داخلين في صفقة قبل كده، جابت هدفها الحمد لله 52.
هيصعد ولا لا. هو صعد سد الفجوه بتاعته، طبيعي نشوف هبوط تاني لحد هنا مثلا عند ال 48.5. من ال 48.5 ادانا مؤشرات صعده يبقى هيصعد، ادانا مؤشرات هبطه يبقى هيهبط. طب يعني اختصارا الوضع ايه؟ اديت للسكر نزل 48.5، طب لما ينزل لها هيصعد ولا هيهبط؟ هنشوف وقتها. ده اختصارا. ايه بيكو؟ ايه بيكو بعد الصعود ده كله لازم نشوف هبوط تصحيحي. اسماعيلية للدواجن، تاني اسماعيلية بعد الصعود لازم نشوف هبوط تصحيحي، بالذات ان دي قمة اختبرناها قبل كده ومنها السعر هبط، فلازم نشوف هبوط تصحيحي. المصرية للاتصالات صعود جميل، صعود جميل وصعود مبرر، لان فعلا كان لازم تصعد. دلوقتي لازم نشوف هبوط تصحيحي. يعني هبوط تصحيحي دي انا قلتها كتير بس معلش بقى يعني سامحوني. العربية للتطوير دي أرى فيها صعود بإذن الله، أرى فيها صعود. دي المطورون العرب يعني. إعمار 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 هو فرس الرهان في البورصة المصرية. إعمار كان فرس الرهان من لأن أغلب الناس اللي بتتابعني كبيرة في السن. الإعلان اللي ظهر من شوية ده التطبيق هو اللي بيظهره. أنا ما ببحثش عن الحاجات دي، اللي عنده تطبيق شريط هيفهم، عشان بس الناس ما تفهمنيش غلط. إعمار كان فرس الرهان من عند 4.5، ولسه فرس الرهان ايوه، لان اهدافه عند 11 جنيه لسه ما جاتش. اعمار فرس الرهان على المدى الطويل وعلى اي حد عايز يستثمر. اعمار اعمار اعمار. طب هي دلوقتي في وضع ايه؟ بتجمع عشان تصعد. بريميوم مش موجوده. بريميوم هيلث كير، يبقى اكتب لي الكود بعد كده. الاكواد يا جماعه، الاكواد. القلعه هابط، هيهبط لحد فين؟ لحد ما يسحب سيوله الديل ده. شايف الديل الحلو ده؟ هنسحب سيولته. الصعيد، الصعيد كذلك هبطه، ما تصدقش الديل. ايبك قلناها. القاهرة للإسكان هبطة. اي العربية للصناعات الهندسية دي أنا عارفها، هبطة برضو. وبس كده احنا خلصنا الفيديو النهاردة. عندنا القناة العامة اللي بننزل عليها فيديوهاتنا، وفي قناة خاصة بننزل عليها صفقاتنا الخاصة، وهتنزل صفقات خاصة النهاردة إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.